بتضيع مننا ومفيش وقت حرفيا، فاحنا لازم نلحق الحبه اللي فاضلين من الاجازه. فاهلا بيكم في تاني حلقات ازاي نستغل الاجازه ونحارب التعفن الدماغي والملل اللي احنا بنعيشه في الاجازه، ونجرب حاجات لاول مره هنجربها وكمان تخلينا نكتشف مواهب كتير قوي جوانا. النهارده يا جماعه حلقتنا التانيه وتاني فكره معانا هي الدايموند بينتنج او لوحه الالماس او لوحه الخرز زي ما انتوا حابين تسموها. فتعالوا نشوف هي عباره عن ايه. اصلا بتبقى عباره عن لوحه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شكل عادي جدا، رسمه اي رسمه، في منها اشكال كتير حرفيا. بتيجي بقى معاها ايه؟ بتيجي معاها الخرز ده زي ما انتوا شايفين كده، بيبقى معاها الخرز بتاعها، درجات الالوان بتاعت الخرز كلها، بيجي معاها القلم دوت، وبيجي معاها الطبق ده، كمان بيجي معاها اللزق ده او الدبل فيس ده عشان نقدر نلزق بيه الخرز ده بكل بساطه. وكمان بيبقى كاتب لنا على كل كيسه من الخرز ده الرقم بتاعه ايه عشان نقدر نلزقه هنا بسهوله. كمان بيبقى كاتب لك هنا رقم كل خرز، يعني بصوا لو قربنا كده شويه هنلاقيه كاتب لنا ارقام كتير. الارقام دي موجوده ورا هنا في الخرز بالترتيب، هي تبان صعبه وتبان انها مستحيله وتبان انها يعني لازم تركزوا فيها قوي. بصراحه محتاجه تركيز عالي قوي، محتاجه ان انتوا تبقوا قاعدين كده هاديين في قاعده رايقه في جو هادي وتبداوا ان انتوا تعملوها. ممكن كمان تعملوها انتوا وحد من صحابكم وحد من اخواتكم لانها بتاخد وقت طويل. وخلي بالكم في منها احجام وفي منها اشكال زي ما قلت لكم مختلفه. دي مش اول مره ليا ان انا استخدم لوحه الخرز او لوحه الالماس، انا عملتها معاكم قبل كده في فيديو، ودي كانت الفاينل بتاعتها. بجد كانت حلوه قوي وكانت جميله قوي، ولما جربتها كنت مبسوطه جدا. هي اخدت مني وقت كبير جدا وحسيت ان انا مش هقدر اكملها، بس يا جماعه بجد هي مسليه جدا، فيها كده تحدي ان انتوا لازم تخلصوها كلها. فهي ممكن تاخد منكم بالظبط يوم كامل تقدروا تخلصوها فيه. يعني مش قصدي ان انتوا تقعدوا طول اليوم قاعدين لها بس، لا، انتوا ممكن يعني في نص اليوم تكملوها، تاخدوا ريست، تعملوا حاجه، بعد كده ترجعوا تكملوها. فبجد ممتعه جدا وهتحبوها قوي. بجد هي سعرها رمزي قوي، يعني في حدود مثلا من 40 ل 60 جنيه، فبجد مش غاليه وتنفعنا جدا، تنفع الكبار والصغيرين. عايزه اقول لكم ان انا اهو عملتها دي وكنت مبسوطه بيها، وكنت معلقاها هنا كمان على السرير فوق سريري بالظبط، بس شلتها عشان حبيت ان انا احطها على المكتب هنا احلى. وما استسلمتش وجبت منها بتاعه زيتوبيا دي عشان انا بحب قوي الكرتون ده، فجبت الشكل ده. وتعالوا النهارده نعمله مع بعض. فحضروا بقى الدرينك بتاعكم او حضروا اي حاجه تاكلوها كده، سناكس بسيطه، وتعالوا بقى نبدا رحلتنا النهارده مع بعض.
وبس كده، دي تكون نهايه الفيديو. عايزه اقول لكم بس كام معلومه كده، هي موجوده في كل المكتبات الكبيره، تقدروا تشتروها من المكتبات الكبيره مش المكاتب الصغيره، هتلاقوها بكل اشكالها زي ما قلت لكم، وهتلاقوها بنفس السعر اللي انا قلت لكم عليه، مش هتزيد ولا هتنقص. في مقاسات زي ما قلت لكم، في كبيره قوي، كبيره قوي دي ممكن تعمل مبلغ يعني. وبس كده، ما تنسوش تقولوا لي رايكم وتستغلوا الاجازه صح، وتستنوني في الفيديو الجاي مع ثالث فكره نستغل بيها الاجازه دي. باي باي.